رونالدو يقوم بحركة غير أخلاقية قد تتسبب في طرده من السعودية للأبد. أقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر على تصرف غير أخلاقي خلال المباراة اللي جمعت فريقه أمام نادي الشباب في جولة 21 من دوري روشا اليوم الأحد، بعد تسجيل تاليسكا الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 86. أقدم النجم البرتغالي على حركة غير أخلاقية تجاه جماهير الشباب، ثم بعد انتهاء المباراة توجه نحو مدرجات الشباب وقام بحركة غير أخلاقية أخرى وسط صفيرات استهجان الجماهير، وتعد الحادثة هي الثانية للدور خلال أيام قليلة بعدما خرج عن النص بسلوك مشين في مباراة فريقه ضد الهلال بكأس موسم الرياض، ردا على جماهير الزعيم التي ألقت عليه أوشحة النادي الأزرق أثناء خروجه من الملعب. واقترص فريق النصر فوز مستحق بنتيجة 3-2 في المباراة اللي أقيمت بينهم مساء اليوم الأحد في ديربي الرياض ضمن لقاءات الجولة 21 من منافسات الدوري السعودي دوري روشن للمحترفين. كانت أهداف المباراة عن طريق كل من كريستيانو رونالدو في الدقيقة 21 وأندريس تاليسكا في الدقيقة 47 والدقيقة 86 لصالح فريق النصر، بينما سجل كراسكو في الدقيقة 45 وكارلوس جونيور في الدقيقة 67 هدفي الشباب. بهذه النتيجة يتواجد فريق النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة، جمعهم من الفوز في 17 مباراة والتعادل في لقاء واحد والخسارة في 3 مواجهات وتسجيل 60 هدف وتلقى 26. بينما يتواجد فريق الشباب في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، جمعهم من الفوز في 6 مباريات والتعادل في مثلهما والخسارة في 9 لقاءات وتسجيل 22 هدف وتلقي 28. ويتصدر كريستيانو رونالدو قائمة هداف الدوري السعودي برصيد 22 هدف بعد تسجيله هدفا في مباراة اليوم.